اهلا بيكم. معاكم سام اي اي، خبير الذكاء الاصطناعي اللي هو الاي اي. النهارده دي اول حلقه من سلسله حلقات سام اي اي بالعربي، واللي هيكون فيها حلقات خاصه بازاي تسيطر على العالم. ايوه، ازاي تسيطر على شغلك، ازاي تقدر تجيب فلوس من الاي اي، وازاي تقدر تتحكم في كل حاجه جايه خلال سنه 2025 ل 2026. لو انت فعلا مهتم بالموضوع ده فلازم تكمل الفيديو ده للاخر، لان دي سلسله هتكون مكونه من 10 حلقات، وهنتكلم فيها عن كل حاجه عايز تعرفها لو انت بدات او لسه ما بداتش في مجال الاي اي. والنهارده بالذات هنتكلم عن اول حاجه اسمها اللارج لانجويج موديل. واللارج لانجويج موديل دي واللي هي بمعناها العربي نماذج اللغه الكبيره. بس تعال افهمك يعني ايه بالظبط. باختصار احنا بنقول عليها ال LLM، واللي هي بمعناها اللارج لانجويج موديلز زي جيميناي، تشات جي بي تي، جروك او كلود. تعال نفهم مع بعض كل واحده بيبقى استخدامها ازاي. من خلال اللارج لانجويج موديلز دول هنعرف مع بعض ليه هم مهمين فعلا الفتره دي، وازاي نقدر نغير بيهم حياتنا ومجال البيزنس بتاعنا. يا ترى الشغل اللي انت بتشتغله ازاي اقدر استخدم كل حاجه منهم وامتى استخدمها؟ لو جاهزين يلا بينا. بس الاول ما تنساش تعمل سبسكرايب، تعمل لايك لو انت مهتم بمجال الاي اي. صدقني الحلقات الجايه هتفيدك جدا. عامه لازم تكون عارف ان الاي اي هو مش مجرد برنامج، هو عامل زي بني ادم، بس مش اي بني ادم، هو زي السوبرمان. بيقدر يعمل اي حاجه انت متوقعها، بيقدر يتحكم في اي شيء، ما عندوش ضغط نفسي. مهما شغلته ولا مهما قلت له يشتغل هو عمره ما هيقول لك انا مش قادر، انا تعبان، او انا عندي ظروف مش هعرف اشتغل النهارده. فهو ده الذكاء الاصطناعي. هو يعتبر موظف انت بتوظفه في شركتك، او حتى لو انت موظف وعايز تشغل حد معاك في الوظيفه، فهو ده المساعد اللي هيكون موجود معاك في كل خطوه انت بتعملها في الشغل. وانا سام اي اي، وده اسم حركي طبعا، لكن ليه اسم تاني، وانا اسمي محمد ابراهيم، مؤلف كتاب اسمه ماستر اي اي. الكتاب ده هو بالتفصيل هنقدر نتكلم عنه خلال العشر حلقات وما بعد العشر حلقات اللي هتكون في سلسله. ولكن خلي بالك اللي جاي وظيفتي هنا ان انا اعرفك ازاي تخش في مجال الاي اي، ازاي تتحكم وان انت تستخدم الاي اي في مجالات زي شغلك، ازاي تجيب منه فلوس زي ما قلنا. ولكن الكتاب ده هيوفر لك حاجات كتير. مبدئيا خلينا ما نتطرقش لموضوع الكتاب ونفهم مع بعض الاي اي هيمشي معانا ازاي. شغفي عامه هو ان نخلي الاي اي هو مجرد حاجه بيسك في حياتك، سهله بتقدر تستخدمها دايما معاك في اي وقت. والوطن العربي حاليا بقى مضطر ان هو يستخدمها، واماكن تانية وبلاد تانية حاليا بقت ده حاجه استيميتد لازم كله يبقى بيشتغل عليها. وانا وظيفتي ان انا سواء انت في القاهره في دبي ايا كان، ان انا اسهل لك الشغل بيه، وان انت تقدر تتحكم في شغلك بسهوله وما يبقاش اي مشاكل عندك بالنسبه لك في الشغل. فتعالوا نبدا بقى. الاول ايه هي اللارج لانجويج موديل؟ زي ما قلنا من شويه هي مجموعه من البرامج، ولكن البرامج دي هي قويه جدا، حاجه قادره على عمل تاسكات بتاخد من بعض الناس شغل كبير. حاجات دايما بتطلب منا في الشغل ممكن تاخد من 24 ساعه او اكتر من يومين، ولكن باستخدام الاي اي والاجهزه اللي بنتكلم عنها ال LLMs دي بنقدر نخلص الحاجات دي ممكن مثلا في ساعه بدل يومين. وهو ده التارجت بتاعي، ان انت تكون قادر على مواكبه كل شيء بيحصل في الوطن العربي او في العالم عامه دلوقتي، وانك تكون على درايه بيه وتشتغل بيه. لان بالتالي لو انت عملت اللي بقول لك عليه صدقني حياتك هتتغير، والطوفان اللي جاي هتكون انت الناجي منه. طيب ال LLMs دي اصلا هي بتشتغل ازاي؟ ببساطه شديده هو يعتبر زي سيرفرات كبيره جدا اتدربت على مليارات المعلومات بطرق الكلام بتاعت البشر، وازاي البشر بتفكر، ويا ترى الطريقه اللي كتبت له بيها طلب معين هو محتاج مني ايه بالظبط واقدر اطلعه له. هو ده بالظبط اللي بيشتغل. فانت لما بتدي له طلب معين هو بيراجع الداتا دي وبيبدا يطلع اصدار للمعلومات اللي عنده. عايزك تبص كده فجاه على الارقام دي. شات جي بي تي مثلا حاليا بقى فيه 400 مليون مستخدم في الاحصائيات الموجوده في 2025، فما بالك بقوه برنامج زي ده؟ تفتكر ايه اللي هيكون من وراه؟ ليه الناس كلها بتستخدمه؟ يا ترى هل هو حاجه عاديه زي ما كل الناس بتستخدمها، ولا في حاجه او طاقه غريبه من وراه؟ هو ده اللي هنكتشفه مع بعض ونقول ازاي الحاجات دي بنقدر نستخدمها. وطبعا عندنا حاجه اسمها جروك اللي هو عمله ايلون ماسك. جروك 3 قدر يحقق 72% دقه في اختبار MMLU، والاختبار ده هو اللي بيقيس سرعه استجابه وذكاء البشر. انت متخيل؟ يعني مش بنتكلم عن تقنيه عاديه، لا دي حاجه عبقريه فعلا. بس اوعى تفتكر انه ممكن مثلا تقول له شربني قهوه
او في الوقت الحالي يعني تقريبا. ممكن بعد كده تقول له انا عايز اشرب قهوه فيشربك، ولكن احنا هنشوف ده بعدين. نيجي بقى لاحد النقط المهمه، وهي هو ليه لازم استخدم اللارج لانجويج مودلز دي. طبعا انا قلت لك مين هم اللارج لانجويج مودلز، زي الايكونز دي كلها اللي انت اكيد شفت منهم حاجه عشان دي التقنيه اللي هتغير مسار اللعبه في البيزنس في الفتره الجايه. هي اوريدي بدات، يعني احنا اوريدي بدانا بيها في دبي، ولكن عايز اقول لك ان برضو في الوطن العربي او غير الوطن العربي بقى كله بقى يستخدمها. يعني مثلا في دبي شركه زي نون او امازون، عايز اقول لك ان استخدام الاي اي في الشركات دي بقى حاجه عاديه جدا. لازم بقى في اي اي هو اللي بيتراك من اول ما بتشتري الحاجه لحد ما بيوصل لك لحد البيت. انت متخيل؟ مفيش بشر بيتراك ده الا لو في مشكله فعلا لازم بشري يبص عليه، لكن غير كده الاي اي هو اللي بيمسكك من اول ما اشتريت لحد فتره ما انت عندك اكونت. على سبيل المثال انت لو اشتريت مثلا فوطه معينه للبيت، فهو هيبدا يفكر يا ترى سام ممكن اديله ايه او اعمل له ريكومند لحاجه ثانيه ليها علاقه بالفوطه. فزي مثلا انا اشتريت فوطه فيقول لي طيب مثلا هل انت محتاج حاجات للحمام مثلا، هل انت محتاج حاجات للاوض، ويبدا يفرز لك الكلام ده قدام عينيك وانت بتعمل سكرول على الويب سايت بتاعهم. او مثلا انت اشتريت كاميرا، فالكاميرا دي بيبدا يقول لك قبل ما تشتريها هل انت هتجيب معاها عدسات؟ مين يا ترى اللي بيحط الحاجات دي؟ هو اي اي هو اللي بيتحكم في ده. هو عارف انت مين، البرسونا بتاعتك ايه، بتدور على ايه، وممكن يقترح عليك عشان تقدر تشتري من الموقع حاجات اكتر. واستخدام الحاجات دي زود مبيعات المواقع بنسبه من 20 ل 30%. يعني بدل ما بقى يتصل حد يقول لك حضرتك اشتريت كذا ممكن نقترح عليك حاجه زي كذا، لا الموضوع بقى اسهل بكتير. هو زود من انتاجيه الشراء بالنسبه للمواقع دي بنسبه 20 30%. بدل ما بقى في حد بيتصل، لا الاي اي هو اللي بيتحكم في ده دلوقتي. في مصر مثلا شركه زي فودافون بقت تستخدم حاجه اسمها التشات بوت، وده بالمناسبه احنا هنبدا ندربك عليه واعرفك ازاي بتعمله بدون اي كودنج او انك تكون مبرمج. بس تشات بوت بتقدر تتحكم معاه، تتكلم معاه، تقول له مثلا انا عندي الباقه كذا فيها مشكله، ويبدا يقترح عليك حلول. تفتكر هيعملوا كام موظف عشان يساعد الناس دي كلها اللي في شركه فودافون او شركه وي؟ اتصالات مثلا حاليا هنا في دبي لما بتيجي تتصل بخدمه العملاء بتقول لك انا مساعدتك الرقميه، ازاي اقدر اساعدك؟ وبيفضل يمشي معاك في خطوات كتيره جدا بتخليك انت مش محتاج توصل لانك تكلم شخص بعينه. انت متخيل الاي اي بقى واصل لفين؟ انت مش لازم على فكره تكون مبرمج او حاجه عشان تعرف تشتغل على ده، انت بس محتاج تكون فاهم ازاي اتكلم معاه، ازاي اكتب له. حتى لو بتعمل برنامج، حتى لو انت بتعمل ويب سايت معين، كل ده بقى سهل، كل ده بقى بايديك انك تقدر توصل له لو بتعرف تتعامل معاه. مش اي حد هيقدر يفتح تشات جي بي تي او جروك او جيميناي ويقول له اعمل لي كذا برنامج كذا، لا هو ازاي هقول له ايه وهمشي معاه خطوات ازاي اديله الداتا عشان يقدر يطلع لي ده. هل انا لازم اكون مهندس؟ هل لازم يكون عندي خبره؟ اطلاقا. هو الفكره كلها اتكلم معاهم ازاي، هي دي كل الفكره. صدقني انت مش هتوصل لمرحله انك مثلا لازم تكون ايلون ماسك عشان تعمل برنامج. الموضوع ببساطه هو انك بس تكون فاهم ازاي اتعامل مع الاله. في السلسله دي هيكون في كام ستيب كده، هيكون هي البنايه بتاعه السلسله. اول حاجه ازاي تختار النموذج اللي انت بتدور عليه، تشات جي بي تي ولا جيميناي ولا كلود ولا جروك، ده اول حاجه. تاني حاجه ازاي استخدمهم في تحليل البيانات، عمل برنامج معين، او لو عندي حمله تسويقيه ازاي اقدر اعملها. هيكون في نصايح طبعا ازاي تكتب برومبتس واللي هي اوامر او كتابه للامر بتاع الشات جي بي تي مثلا بطريقه احترافيه. يعني مش اي حد يعرف يتكلم معاه، لازم يكون في نقط معينه هقول لك عليها هتعرف تتعامل معاه بسهوله. والاهم من كل ده هو ازاي نستعد لمواجهه العالم اللي هيكون في 2026 واللي هيكون لو ما بتعرفش تشتغل على الاي اي للاسف هيتم رفضك. كل ده واكتر هنتعلمه في السلسله دي اي اي بالعربي مع سام. ولو عايز تتعمق اكتر في الموضوع او تفهم احنا فعلا هنتكلم عن ايه، هتلاقي لينك في الديسكربشن تحت الكتاب بتاعي، ممكن تشتريه وتفهم اكتر عن الموضوع. ولكن لو مش محتاج تشتريه خالص ابعت لي على الخاص وقول لي وانا هبعته لك مجانا لو معكش فيه. الاي بالظبط عامل زي جني في علاء الدين في المصباح، بس الفكره كلها لما بيجي يتكلم مع انواع من مصابيح علاء الدين، جيميناي حاجه وغيره حاجه تانية، فلازم تكون عامل حسابك على نقطه زي دي. هختار انهي مصباح في الحاله اللي انا محتاجها، ايه الكيس بتاعتي عشان اقدر اشتغل عليها. ولو عايز تطبيق عملي حاليا، عارف برنامج جروك اللي عمله ايلون ماسك بتاع x.com؟ هسيب لك اللينك بتاعه تقدر تجربه بما اننا معظمنا اشتغل على تشات جي بي تي، وقول لي يا ترى فهمت هو اقوى من تشات جي بي تي ولا لا، وايه الفرق بين الاثنين. هسيبك تكتب لي تعليق، وفي الحلقات الجايه هنتكلم عن كل واحد بالتفصيل. يا ريت لو عجبك الفيديو ومهتم بالاي اي ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتكتب لي تعليق يا ترى ايه اكتر تشات موديل انت نفسك تتعامل معاه وحاسس انه فعلا اهم من الباقيين. واشوفكم على خير في الحلقه الجايه. مع السلامه من سام اي اي بالعربي. باي باي.